بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة رسم البيضاوي او طريقة رسم الدايرة في الايزومتريك. لو تخيلنا ده الايه المسقط الرأسي، وده المسقط الجانبي، واللي فوق ده المسقط الافقي. طيب المسقط الرأسي طبعا عارفين ان المحور ده مايل بزاوية 30 درجة، والمحور واي برضو مايل بزاوية 30 درجة ناحية اليسار. فهنشوف اللي هو الايه السطح ده مايل بزاويه 30، و المحور زد ده محور عمودي ايه او رأسي. تمام. طيب معنى ذلك ان في عندي محور اسمه المحور الاكبر لمين؟ للقطع الناقص. المحور الاكبر للقطع الناقص هلاقيه مايل على الافقي بزاويه كام؟ 60 درجه. دي 30 درجه ومايل اصلا كمان بزاويه 30، يبقى ده الايه مايل ناحيه اليمين بزاويه 30 ب 60 درجه. نفس الشيء بالنسبه للمسقط الجانبي، الاقي ان المحور الاكبر يميل بزاويه 60 درجه ناحيه اليسار. وبالنسبه للمسقط الافقي الاقي ايه؟ ان المحور الاكبر افقي تماما، افقي. خلاص، دي حاجه كده ايه سريعا كده. يبقى المحور الاكبر هنا مايل بزاويه 60. والمحور الاكبر هنا بالنسبه للجانبي مايل بزاويه برضه 60 بس ناحيه اليسار. وهنا المحور الاكبر افقي تماما. طيب تمام. طيب طريقه رسم مين؟ طريقه رسم الدائره في المسقط الرأسي. ازاي نرسم الدايره في المسقط الرأسي بالنسبه للايه الايزومتريك؟ عشان نرسمه طبعا انا معلوم عندي اللي هو قطر الدايره كله معلوم. فبقوم راسم اول حاجه اللي هو المحور اكس يميل بزاويه 30 درجه، والمحور زد ده عمودي ايه تماما. ماشي. بعد كده حدد اللي هو قطر الدائره. طبعا نفترض ان مثلا قطر الدائره 5 سم، يبقى انا بمشي ايه على المحور 5 سم وبطلع خط 5 سم يوازي اللي هو الايه المحور زد دوت برضو 5 سم. ونفس الشيء هنا ايه بطلع ب 5 سم، وبعد كده بقفل الايه طبعا المعين بتاعي. خلاص ماشي. بعد كده من النقطة انا عندي دلوقتي النقطة سي 1 والنقطة سي 2. النقطة دي ايه؟ زاوية بتاعتها زاوية منفرجة. زاوية كبيرة اهيت 120 درجة ديت زاوية منفرجة. والزاوية سي 2 نفس برضو الشيء زاوية ايه منفرجة. والزاوية ديت زاوية حادة، والزاوية دي برضو زاوية ايه؟ زاوية حادة. تمام؟ يعني الزاويتين محدتين وزاويتين منفرجتين. يبقى من الزاوية المنفرجة ديت بسقط شعاع واحد يروح للضلع المقابل عند نقطة ايه تلاقي الايه المحورين اهوت. واحد يروح هنا عند الام 2، والخط الثاني اللي انا هعمله هيروح عند الام 3، يبقى هسقط هنا ايه 7. طيب من عند سي 2 بنسقط الايه؟ قلنا حرف 8. واحد برضو احد الايه الشعاع، احد الضلعي الشعاع، واحد هيروح عند الايه عند المحور الافقي عند ام 2، والثاني هيروح لي عند الام 4. تمام كده. يبقى انا كده عملت ايه نقطتين تقاطع الاثنين دول مع بعض اللي هو سي 3 وسي 4. اركز في نقطه سي 3 وافتح فتحه تساوي سي 3 ام 2. افتح سي 3 ام 2 واقوم عامل اللي هو الايه واقوم عامل القوس الاولاني. اروح نفس الشيء بنفس الفتحه، اركز من ايه سي 4 لام 3 اهو، واقوم عامل القوس الثاني. خلاص كده. اروح عندي سي 1 اروح عندي سي 1 وايه فتحه تساوي سي 1 ام 2. سي 1 ام 2 واقوم مكمل الايه القوس دوت، او مكمل الدوران دوت، واروح بنفس الفتحه عند سي 2 وايه تساوي سي 2 ام 4، واقوم مكمل القوس الثاني. يبقى كده عملت الايه القطع الناقص في المسقط الرأسي. طب تعالى كده نشوف كده في المسقط الايه الجانبي. نفس الشيء برضو اهو، برسم 4 سم يميل بزاويه 30 درجه ناحيه اليسار، وبطلع اللي هو الاربعه وايه وبقفل الاربعه في 4 برضو نفس الشيء. بعد كده باجي طبعا في عندي ايه زاويتين حدتين هسيبني منهم خالص، هاجي على الزاويه المنفرجه دي والزاويه ديت
من الزاويه ديت بسقط ايه شعاع للضلع المقابل هنا، وشعاع للضلع المقابل في الجنب التاني. برضو من سي 2 بعمل ايه شعاعين هيتقابلوا مع بعض في نقطتين، نفس الشيء برضو. اجي افتح فتحه تساوي سي 3 ام 2، اعمل القوس الاولاني. فتحه تانية برضو سي 4 ام 3، اعمل القوس التاني، واركز مره في نقطه سي 3 واكمل الايه القوس من هنا، واركز برضو في سي 2 واكمل القوس من الجنب التاني. تعالى كده شوف بالنسبه للافقي نفس الشيء برضو. انا عندي ايه ده محور وده محور، بس الاثنين بيميلوا بزاويه 30 ودي بزاويه 30. تمام. اه بعد كده من النقطه ديت اهيت اللي هي سي 1، بروح برضو للضلع المقابل اهوت في منتصف الضلع المقابل، ومن سي 1 لمنتصف الضلع المقابل. من نقطة سي 2 نفس الشيء، هيتقطعوا مع بعض في سي 3 وسي 4. اركز بفتحة تساوي سي 3 ام 2 واعمل القوس. اركز بفتحة نفس الفتحة برضو سي 4 ام 3 واعمل القوس. اركز في سي 1 وكمل وروح برضو